عشان يبدا النادي الاهلي الشوط الثاني بنفس الضغط ونفس القوه، ونتيجه للضغط العالي دوت الاهلي قدر يجيب الجون الثالث في الدقيقه 59. وبعد كده شفنا المدرب بدا يعمل تغييرات وخرج ديانج من نص الملعب، وده عمل ثغره كبيره في نص ملعب النادي الاهلي. وشفنا نتيجه ده الجون الوحيد لفاركو، الجون اللي جه عن طريق غلطتين ابشع من بعض. الغلطه الاولى لمحمد هاني اللي بيرجع الكوره وهو مش عارف بيرجعها لمين اصلا وهو مش شايف، ومصطفى شوبير بيرد عليه بغلطه اكبر، بدل ما يسيب الكوره تخرج ركنيه بالعكس ده بيدخلها للملعب ثاني، والهدف الوحيد ليهم في الماتش. ومحمد هاني بيحاول يصلح غلطه ويعمل اسيست ممتاز، بيضرب بيه خط دفاع فاركو وبيخلي جراديشار لوحده هو والجون، وجراديشار بيتعامل معاه بمنتهى الذكاء. كده الماتش يكون خلص 4-1 للاهلي. الماتش مشاكله ما كانتش كتير، بالعكس الاهلي كان بادئ بدايه كويسه واستمر فيها اغلب الماتش، بس في اوقات في الماتش الاهلي كان بيريح، كان بينتج عنها ضغط الفاركو، وده باين ان في مشكله في النادي الاهلي في المعدل البدني للضغط. وده يخلينا نسال نفسنا الاهلي لو بيلاعب فرق اكبر من كده وعندها امكانيه ان هي تضغط اكتر من كده النتيجه هتبقى ايه؟ وكمان مع الغلطات المستمره للدفاع دي لازم نشوف لها حل. حظنا كويس ان الغلطات دي بدأ في اول الدوري، بس الاهلي عرف يتدارك المشاكل دي وعرف يكسب نتيجه كبيره، بس ده ما يمنعش ان الاهلي محتاج ان هو الفتره الجايه يعالج غلطات الدفاع دي، لان الغلطات دي ممكن في ماتشات كبيره تضيع الماتش كله. بس الماتش كمجمل كان ماتش كويس وتقييمه للاهلي ممكن 9 من 10، وشفنا الدعم الكبير لزيزو من الجمهور الاهلي اللي كان يستحقه الحقيقه بعد اداء عالمي في اول ماتشين، اسيستين في اول ماتش وجونين في ثاني ماتش، عشان احمد السيد زيزو يبين ان هو من احسن لعيبه